معنا أيضا اتصال آخر من الدكتور محمد فتح الله وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء. دكتور محمد، كيف توصف الأعداد من حيث المصابين ومن حيث أعداد الوفيات؟ هو بالنسبة لأعداد الوفيات حضرتك حاليا هو في 13 حالة وفاة 8 وفي مركب جابت 5 حالات وفيات تانيين، فأصبح العدد 13 حالة وفاة. بالنسبة لأعداد المصابين في عندي 12 حالة إصابة موجودين. الحالات جيدة يعني مستقرة بشكل عام يعني. هل التقيتم دكتور محمد بأحد هؤلاء الضحايا؟ الناجين؟ طبعا قابلتهم وشفتهم كلهم. نعم. كيف كانت صحتهم؟ يعني هل هي الحمد لله مستقرة، الأمور مستقرة. الحالات كلها حالات بسيطة نتيجة صدمات عصبية بسيطة أو سحجات يعني اصطدام يعني، وعامل شوية صدمات عصبية. يعني ما أهم ما يمكن استخلاصه من هؤلاء الناجين من خلال شهاداتهم دكتور محمد فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ، وأيضا فيما يتعلق بالذين قاموا بإنقاذهم من الصيادين الموجودين في المنطقة؟ لا، أنا ما تدخلتش في التفاصيل بالنسبة للنقل أو للإنقاذ. إحنا مجرد ما إحنا يعني خدنا الخبر حوالي الساعة 6 صباحا أو 5 ونص صباحا، اتحركت عربيات الإسعاف. كان في أكتر من 12 عربية إسعاف موجودين. ابتدت حالات الوفاة أو حالات الإصابة بتخش المينا في الساعة 6 ونص 7، كانوا موجودين في المستشفى مباشرة يعني. طيب، فيما يتعلق ب يعني توجيه هؤلاء المصابين، يعني في ملاحظة حضرتك، أنا شايف حضرتك كاتبة 18 متوفي، أنا ما عنديش الرقم ده، أنا قلت 13 متوفى. 13 متوفى على الشاشة 18. يبدو أن هناك خطأ على الشاشة. نعم، ولكن المعلومة التي لدي أنهم 13 متوفى. 13 نعم. طيب، كل المصابين الذين يعني أنقذوا من هذه الحادثة توجهوا إلى جنوب سيناء، إلى مستشفيات جنوب سيناء؟ احنا مجهزين حضرتك كل المستشفيات، ولكن احنا عندنا مستشفى رئيسي موجود في العاصمة اللي هي الطور، والمستشفى مجهز بشكل جيد وتم استقبالهم يعني بشكل كويس، والامور مستقرة الحمد لله. الاطقم الطبية كلها موجودة وما فيش اي مشاكل. شكرا جزيلا لك دكتور محمد فتح الله وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.